ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا شيماء العدوي ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حاجه مفيده ومغذيه وفي نفس الوقت هتفتح نفس الولاد. ده غير ان سعرها غالي بره جدا جدا. احنا هنعملها النهارده بمقادير بسيطه وسهله وهتطلع معاكي نفس النتيجه ان شاء الله. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي حابب يكمل معانا الطريقه والفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا في الطريقه. معايا كده كوبايه من البلح، ده البلح اللي بيلزق في بعضه يا جماعه، هنشيل منه النوى. ودي كده كوبايه من السوداني، وتقدري تستخدمي اي نوع مكسرات انت حباه بس يكون مستوي. دلوقتي بقى النهارده انا استخدمت السوداني زي ما انتم شايفين، واستخدمت كده كوبايه من البلح الملزق. واضغطي كده الكوبايه علشان المقدار يطلع معاكي مظبوط كده من البلح. يعني هتروحي منضفه البلح وضغطه الكوبايه كده بالبلح. بعد كده بقى هجيب الكبه واحط فيها كوبايه البلح وكوبايه السوداني وافرمهم كده مع بعض، وبعد كده هنزلهم في طبق وهبتدي المهم كده مع بعض. طبعا البلح بيلزق معايا فهيساعد ان يكون معايا كده عجينه. انت بقى في المرحله دي لو حسيت ان هما الاتنين مش بيلزقوا ببعض يبقى ساعتها كده العجينه محتاجه شويه بلح كمان. هتفرمي بقى شويه بلح في الكبه تاني وتخلطيهم على العجينه. هتيجي تلميها كده هتلاقيها بتلزق في ايديك وزي الفل. دلوقتي بقى في المرحله دي هعمل ايه؟ همسك بقى كل قطعه كده من دول وابتدي اعملها على شكل صباع. هشكل العجينه كلها بالشكل دوت، هقسمها بقى على قد ما انا عايزه، على حسب بقى حجم الصباع اللي انت عايزاه. تقدري بقى تكبريه تصغريه زي ما انت حابه. اهم حاجه ان انت ما تخليش شكلها كده مبالغ فيه علشان خاطر يطلع شكل الحلوه بتاعتك شكلها حلو. طيب في المرحله دي افرض انت ما عندكيش كبه، ساعتها هتعملي ايه؟ ساعتها تقدري تستخدمي العجوه اللي بنحشي بيها المعجنات. وبعد كده بقى هتجيبي اي نوع مكسرات زي السوداني كده وتروحي بقى مكسراه كده بظهر كوبايه وتروحي خلطاه على العجوه وتعملي نفس الطريقه. مش هيحصل اي حاجه. وبعد ما خلصت الكميه كلها زي ما انتم ملاحظين كده، دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هجيب بقى قالب من الشوكولاته، شوكولاته الطبخ العاديه، وهبتدي اسيحها كده على بخار ميه. بعد ما سيحت الشوكولاته كده زي ما انتم شايفين، احط معلقتين كبار من الزيت وهحط كده شويه من السوداني المجروش او المتكسر. بعد كده بقى هروح مقلبه كده السوداني مع الشوكولاته، وهبتدي بقى اغطس كل واحده من دول كده في الشوكولاته واطلعها واحطها على كيس بلاستيك. بنحطها على كيس بلاستيك ليه؟ علشان خاطر الشوكولاته بعد ما تنشف ما تلزقش في الكيس البلاستيك. تقدري تطلعي الشوكولاته بمنتهى السهوله. بعد ما هخلص الكميه كلها دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هدخلها التلاجة كده او الفريزر لمده 10 دقايق بالظبط، وهطلعها هتطلع معايا بالشكل دوت. عايزه بقى تحتفظي بيها تقدري تحتفظي بيها كده في اكياس بلاستيك سواء في التلاجة او في الفريزر، ومش تقلقي خالص هي ما بتجمدش في الفريزر، بتطلعيها تطلع معاكي زي ما هي. عايزه اقول لك احلى شوكولاته ان شاء الله هتجربيها للولاد، مفيده ومغذيه وبتديهم طاقه، وفي نفس الوقت عملنا كميه كبيره احلى واوفر من بره وانضف بكتير. يا ريت بقى كل اللي وصل الحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك لو حس ان هو استفاد، ويشترك في القناه علشان يوصله كل جديد. كان معاكم شيماء العدوي على اليوتيوب، مع السلامه.